السؤال ده تقيل. السؤال ده تقيل ومش مجرد فلسفة. السؤال ده ممكن يغير طريقة نظرتك لنفسك، ممكن يغير طريقة نظرتك لحياتك كلها. لو كان عندك فرصة تعيش حياتك من الأول، هتختار نفس الاختيارات اللي انت اخترتها؟ احنا طول الوقت قدام مفترق طرق. كل قرار صغير خدته في حياتك هو اللي شكل حياتك دلوقتي. فاكر أول وظيفة اخترتها، أو الشخص اللي اخترت تكمل معاه، أو حتى حاجات بسيطة زي إنك اخترت تتكلم شخص في وقت معين؟ كل ده بيكون صورة حياتك. لكن السؤال اللي يخوف، هل كنت فعلا حر في اختياراتك ولا الظروف هي اللي اختارت لك؟ طبعا انت دلوقتي بتقول الراجل ده شايف ان احنا مسيرين مش مخيرين، لكن مش دايما. انت ساعات بتحس انك ماشي في طريق مرسوم من غير ما تحس، لكن في لحظات تانية بيكون عندك اختيار واضح. اللي بيصعب الموضوع انك عمرك ما بتعرف اختيارك صح ولا غلط غير لما بتدفع تمنه. كل قرار ليه تمن. في ناس قررت تسيب شغل ثابت عشان تبدأ من الصفر، لكن القرار ده اما بيعملهم او بيكسرهم. وفي ناس فضلت ماشية في الامان، لكن بعد سنين بصوا وراهم وندموا. اكتر لحظة مؤلمة مش انك تختار غلط، لكن انك تكتشف انك ما اخترتش اصلا، انك كنت ماشي مع التيار سايب الظروف تاخدك، لكن لما بتصحى بتلاقي عمرك ضاع. طبعا انت دلوقتي بتقول ما كده اي حد هيبقى ندمان، لكن مش شرط. في ناس بتغلط وبتتعلم، لكن في ناس بتغلط وتفضل سجينة غلطها. الفرق مش في اللي غلط، الفرق في انك عملت ايه بعد ما غلطت. خليني اسألك، لو رجع بيك الزمن، هل كنت هتدخل نفس العلاقات اللي انت دخلتها؟ هل كنت هتدي ثقتك لنفس الاشخاص؟ طب هل كنت هتضحي بنفس الحاجات؟ الموضوع مش مجرد ندم، الموضوع انك لازم تدرك انك واقف على مفترق طرق دلوقتي. القرار اللي هتاخده دلوقتي هو اللي هيحدد انت هتبقى فين بعد 10 سنين. طبعا انت دلوقتي بتقول ان انا شايف ان كلنا قادرين نعيد رسم حياتنا. طبعا طالما لسه بتتنفس لسه عندك فرصة، ممكن تبدأ من جديد حتى لو خسرت كل حاجة. بس أصعب بداية اللي بتيجي بعد أكبر خسارة. يمكن السؤال الحقيقي مش هو لو رجعت هتغير اختياراتك، السؤال الحقيقي هل انت مستعد تعيش بالاختيارات اللي انت عملتها وتكمل رغم كل حاجة؟ القدر والاختيار دايما متشابكين. مفيش حد بيملك 100% من مصيره، ولا حد محروم 100% من الحرية. احنا بين الاتنين، لكن اللي يفرق بين الشخص الناجح والشخص التاني هو ازاي يتعامل مع اختياراته، مش ايه اللي اتفرض عليه. احنا في الاخر مش محتاجين نرجع بالزمن، احنا محتاجين نعرف ايه القرار اللي لازم ناخده دلوقتي عشان ما نندمش عليه بكرة. وانت لو كان عندك فرصة تبدأ من الاول، هتختار نفس الطريق اللي مشيت فيه.